السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. احنا النهاردة هنعمل أكل خفيف مع بعض. الولاد عايزين أكلات، قالوا لي اعملي لنا كده أسبوع ولا أسبوعين أكلات خفيفة، عشان الصيف وعشان اللي عايز وزنه يخس. فهنعمل أكلات كده خفيفة، من غير زيوت ومن غير سمنة ومن غير أي حاجة. جبت بصلة صغيرة وحطيت لها كركم وكاري وفلفل وملح ودعكتهم كويس، وبعدين بضيف عليهم البطاطس طبعا غسلينها كويس قوي وعاملينها، يعني قطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. هنفضل نقلبهم كويس قوي. الكركم حلو قوي على فكرة، والكاري طعمه جميل جدا وحلو برضو. وهنحط، احنا طبعا مش دكاترة يا جماعة عشان نبقى متخصصين في اكل الرجيم او كده، ولكن احنا عارفين الزيوت والدهون والكلام ده كله برضو بيزود الوزن بس احنا تعودنا ان احنا نعمل الاكل كده. فاحنا هنشتغل من غير اي زيوت ولا اي سمنة ولا اي حاجة. هنحطهم على النار. انا حطيت عليهم الشوربة دي كانت عندي، و صفيت شلت الوش اللي عليها كمان. هنحطها على النار. احنا الدايت بتاعنا هنشتغله حسب ظروف البيت. احنا مش هنجيب اكلات بقى من بره ونجيب وصفات تقيلة ما نقدرش عليها كماديات والكلام ده كله. المتاح عندنا هو اللي هنشتغل بيه. احنا هنا عملنا الرز طبعا زي ما شفتوا. انا وريتكم الحلة في الاول، ان ما فيش فيها اي حاجة، انا ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. حطيت الحلة على النار، ما فيهاش اي مية ولا حاجة، وحطيت الرز وبقلبه وهضيف عليه الملح. وعندي مجهزه كوبايه شوربه ومجهزه ميه، هحط الاتنين. برضو ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه، والبطاطس ولا زيت ولا سمنه ولا اي نوع دهون حطيته، ولا في دي ولا في دي. خلاص كده، وهنقلبه كويس ونغطيه ونسيبه يستوي. اول ما يبدأ يغلي نهدي النار عليه. دي كوبايه الشوربه اهو. رز ابيض عادي. طبعا احنا بنعمل من غير سمنه. ولو عندك شوربة، خليها في التلاجة. هتعمل الوش الدسم بتاعها، شيلي الوش الدسم واشتغلي بيها. الدايت بإمكانيات البيت، مش هنجيب حاجات تكلفنا. طبعا السلطة خيار جرجير كزبرة فلفل، وهنحطهم نقطعهم، وحطينا عليهم معلقتين خل، وحطينا عليهم كمون وليمون وملح. وهنقلبهم. ما حطيناش فيها زيت. في ناس بتحط زيت في السلطه، لا ما حطيتش خالص، ولا زيت زيتون ولا زيت عادي. احنا قلنا هنشتغل بالمتاح عندنا. وخلاص كده السلطه كمان خلصت. صينيه البطاطس دخلناها الفرن، غليت ودخلناها الفرن. بصوا شايفين وريحتها جميله جدا جدا. وصفات سهله وبسيطه، وهنشتغل اكلات الدايت كام يوم كده، بامكانيات الموجوده والمتاحه في البيت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب. ما تنسوش ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا. شكرا لكم لمتابعتكم، والسلام عليكم. النهاردة هنبدأ تاني يوم وجبة تنفع فطار وتنفع غدا. عملنا معانا طبق السلطة، معانا خيار وفلفل وطماطم، وحطينا عليها ليمون وكمون. وهو على فكرة المفروض برضو يبقى فيه جرجير وكزبرة، على قد ما تقدروا حطوا فيها خضرة. بس انا بصراحه ما لقيتش عندي، فعملتها باللي موجود. بس لا، هي الصح ان تحط فيها الخضره احسن. السلطه بتشبع وما بتخليش، وما بتتخنش يعني. لان لما في خضره كتير مش هنحط طماطم كتير، عشان الطماطم برضو املاح ومش المفروض ان هي تكتر في السلطه. ومعانا هنحط عليها الفول ده ما حطلهوش ولا اي حاجه غير ملح بس، مش حاطين له زيت ومش حاطين له اي حاجه. بس هنقلبهم كويس مع بعض، وهنسلق جنبهم بيض، ونحط على وشه كده حبه كمون. والعيش كل واحد هياخد له نص رغيف، وبعد كده اللي عايز يكمل بالمعلقه. دي الوجبه دي هتنفع فطار وغدا. احنا قايلين عشان بقالنا هناخد كام يوم كده اكل من غير زيوت ومن غير اي حاجه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. وصفه بسيطه وسهله وفيديو صغير كده. وشكرا لكم لمتابعتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة. وشكرا والسلام عليكم. على الحبيب مكملين مع بعض بدون زيوت وبدون اي دهون. معانا النهاردة مكرونة برضو هتبقى بطريقة خفيفة. مكرونة، ومعانا طماطم معصورة، ومعانا 3 فصوص توم مقطعهم ناعم، ومعانا
ملح وفلفل اسود وماجي. حطينا الميه على النار وحطينا فيها ملح بس، ما حطيناش فيها زيت زي ما بنحط احنا بنسلق المكرونه، لا ملح بس. وهنخليها تستوي، مش هنهريها يعني، هنخليها السوا بتاعها حلو ما تتهريش. وهنصفيها وبعدين هنعمل الصلصه بتاعتها. بصوا انا قصدي اعمل الحركه دي عشان اوريكم اهو، مفيش لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. وهحط الطماطم على كده بس من غير اي حاجه اهو، هتتسبك وطعمها هيبقى جميل جدا من غير ولا زيت ولا سمنه، والله العظيم وطعمها روعه. الاكل ده فعلا خفيف وجميل جدا، وبالذات في الحر بصراحه. كلنا بنحب بصراحه المسبك بنحب الحاجات دي، وطعمها بيبقى روعه برضو. بس احنا فعلا محتاجين ان احنا شويه كده ونعمل حبه حاجات الخفيفه دي يعني. حطينا عليها فصين التوم اللي انا مقطعاهم ناعم، وهنسيبها تتسبك. هتتسبك حلوة قوي، وهنضيف عليها بقية المكونات. ما تنسوش حبايبي الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ربنا يحسن ما بين ايدينا ويحسن زادنا جميعا يا رب، ويرزق الناس كلها ويراضي الناس كلها يا رب. احنا هنا حبايبي الطماطم بصوا بتتسبك ازاي ما شاء الله، شايفين بتتقل. بس انا برضو ما بحبهاش اللي هي تبقى تقيله قوي قوي تنشف يعني، لا تبقى فيها كده ايه شويه طريه. هنا ضفت الفلفل الاسود والملح وواحده الماجي. الشطه كمان بتوديها في حته تانية، عايزه شطه برضو ما فيش مشكله حسب الرغبه. هنا كده شايفين بصوا تقلت ازاي. احنا لغايه دلوقتي ما استخدمناش اي زيت ومش هنستخدم. خلاص كده سبكناها، وهنضيف عليها المكرونه اللي احنا مصفيينها وهنقلبها. والله انا بختصر لكم الفيديو. واحنا هنا السلطه برضو طبعا مش بجيبها انا وبقطعها، لان كلنا عارفين السلطه بتتعمل ازاي. انا السلطه في ناس هتقول لا المكرونه فيها طماطم عامله سلطه ليه؟ احنا محتاجين السلطه يا جماعه. ده اللي فيها ده احمر بنجر، عشان فيها بنجر، فيها جرجير، فيها كزبره، فيها بقدونس، وفيها خيار، وفيها فلفل. مفيده، هتملى البطن وفي نفس الوقت مفيده تعوض حاجات تانية. ده الشكل النهائي للمكرونه والسلطه اللي احنا عملناها. شكرا لكم لمتابعتكم حبايبي، والسلام. وبرده من غير اي زيوت ولا اي دهون. احنا هنجيب البطاطس دي غسلينها كويس قوي قوي قوي، ومنشفاها من الميه، وبخرطها صوابع تكون كبيره كده. مجهزه معايا هنا كركم وكمون وملح. هنعمل النهارده مع بعض وصفه سريعه وسهله، وحط لها برضو البهارات بتاعتها جميله جدا وبسيطه وسهله. هنخرطها نخلصها خالص ونقلب البهارات اللي هو الكركم والملح والكمون، مش حاطه حاجه اكتر من كده. هنجيب صينيه ناشفه خالص ما فيهاش اي زيت، وما حطيتش على البطاطس ولا اي نوع من انواع الزيت. بس زي ما قلت لكم بعد ما غسلتها كويس قوي قوي نشفتها من الميه قبل ما اخرطها يعني. انا عاملاها بقشرها، وبعدين دخلتها الفرن. بصوا لونها بقى عامل ازاي، جميله جدا وريحتها تحفه تحفه. طبق السلطه كالمعتاد اساسي. ما تنسوش حبايبي الصلاة على الحبيب، ما تنسوش فضلا ليس امرا. انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات اللايك دعمكم. القناة مش هتكبر الا بيكم. ما تنسوش يا رب ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويجبر خاطرنا جميعا يا رب العالمين. وصفة سهلة وبسيطة وهتنفع برضو في كل وقت. يا رب وصفاتنا تنول اعجابكم. ما تنسوش حبايبي الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة بامية جميلة جدا من غير تسبيكة ولا زيت ولا تخديع ولا اي حاجة. معنا بصلة صغيرة مقطعينها ناعم، معانا معلقه ثوم مهروس، ومعانا الباميه ملح فلفل، ومعانا طماطم معصوره. معايا الشوربه دي من امبارح عندي في الفريزر في التلاجة، فانا حطاها في التلاجة بتسع. باخد الوش بتعمل وش، بشيل الوش واعمل بيه الشوربه خفيفه مفيهاش دسم. هنحط هنا بصله صغيره جدا مخرطينها ناعم، ومعلقه ثوم مهروس، ونقلبهم كويس في الشوربه ونضيف عليهم الطماطم دي مش متسبكه، معصوره وكانت في الفريزر لكن مش متسبكه. ما تعمليهاش بحاجه مسبكه يعني، احنا هنعمل اكله خفيفه ني في ني. وحطينا الباميه عليها. هنقلبها كويس ونسيبها على النار تستوي، نهدي عليها ونسيبها لما تستوي براحتها. عايزه اقول لك ريحتها جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي هيعجبك.
مش هنعمل فيها اي تسبيكات. طبعا الباميه ما تحلاش من غير القرنين الفلفل الحار دول يترموا فيها كده. الريحه بتاعتها ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا جدا. عايزه تسيبي الشوربه زي ما هي بالدسم بتاعها براحتك برضو، ولكن احنا هنا خلاص حطينا الثوم، فمش هنعمل طشه ثوم فوقيها. ما سبكناش البصله، خلاص حطيناها ني في ني عشان نعمل الحاجه خفيفه ونعملها. يعني اللي عايز يكمل دايت، او اللي عايز يوفر زيت وسمنه، او اللي عايز ياكل صحي يعني خفيف من غير اي زيوت ولا اي حاجه. عملنا معاها رز. احنا عاملين الرز قبل كده بس عاملينه من غير الشعريه برضو من غير زيت، محمرينها. اللي حابب يشوف وصفة الشعرية لما نحمرها من غير اي زيوت برضو يكتب لنا في التعليقات. ومعانا الليمون. وفضلا ليس امرا اللايك وتعليقاتكم ودعمكم للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكم لمتابعتكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ويا رب يجبر خاطر الناس كلها ويرزق الناس كلها، والناس يا رب كلها تبقى مرضية. ويا رب كل وصفة عجبتكم. شكرا والسلام عليكم. طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. احنا النهاردة هنعمل طاجن سمك بدون اي زيت ولا تخديعة ولا اي حاجة دهون هنحطها له خالص. طبعا احنا زي ما شايفين معانا فلفل، معانا طماطم، معانا بصل، معانا كمون، معانا توم، معانا ملح، ومعانا ليمون على خل. السمك ده عندي من السمك اللي قبل كده كان زيادة، فانا تبلته وحطيته في الفريزر. السمك كل لما تيجي تشيليه شيليه متبل وجاهز، بيشرب من التتبيله. يعني بدل ما يشرب من التلج والميه في الفريزر، لا يشرب من التتبيله بتاعته، بتطلعيه بيبقى طعمه روعه. جبنا الطماطم دي ابشريها بالمبشره او قطعيها صغير جدا يعني، بس ما تضربهاش في الخلاط. حطينا عليها الليمون والكمون والملح، وحطينا الخل والبصل والفلفل، وهنقلبهم كويس. التتبيله دي ريحتها بتبقى روعه وبتدي طعم للسمك رهيب. ده غير كمان ان السمك متبل من قبلها، فبيبقى طبعا ما شاء الله يعني طعمه روعه. مش بس المقلي اللي تتبليه قبلها، اي سمك هتعمليه طاجن صينيه ايا كان تبليه من قبلها. هنحط جبنا الطاجن اهو. هنحط في ارضيه الطاجن كده حبه من الخلطه اللي احنا عاملينها. مش يعني مش متخيلين الريحه عامله ازاي بتاعه الخلطه دي، يعني جميله جدا. وهنحشي السمك من جوه بنفس الخلطه برضو ونرصه في الطاجن. هنحطه فوقيه ونحشيه من جوه كويس قوي، ونرصهم رصه حلوه كده. هم طبعا انا مش كميه كبيره، هم 4 قطع. فاحنا هنعمل بيهم طاجن كده. ويا رب الوصفة تعجبكم ان شاء الله ويجربوها. والله الحاجات دي بتبقى خفيفة جدا في الاكل، مش بتبقى تقيلة يعني وكده. والباقي الخلطة بصوا بعد ما حشيناها وحطينا في قعر الطاجن نحطهم فوق السمك. وهنرص على الوش بقى طماطم وبصل وفلفل. انتوا بتدخليهم الفرن، حابه ان انتي تغطيهم بصينيه او ورق ألمونيا الموجود عندك، غطيهم هما في الفرن، وبعدين لما يستوي اكشفيها وشه يحمر. ممكن تدخليه الفرن وتهديه برضو، وتيجي حبه كده وتغطيه اللي انت عايزاه يعني. حطيته على النار غلي شويه ودخلته الفرن على طول. شايفين الشكل عامل ازاي؟ جميل جدا جدا، واستوى وبقى لونه جميل، وبصراحة روعة، وريحته جميلة جدا جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. يا رب دايما نقدم لكم الحاجات اللي تعجبكم وتتبسطوا بيها. فضلا ليس امرا. ما تنسوش اللايك والتعليقات، ما تنسوش دعمكم للقناة، ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ربنا ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويراضي كل الناس يا رب. احنا هنا معانا السلطة ومعانا الرز الاصفر، ما ضفنا لهوش اي زيت. هو الرز اللي احنا بنعمله ابيض من غير زيت، بس ضفنا عليه كركم وضفنا عليه كمون بس. هو اللي انا عملته من غير ابيض كده، من غير بصلة، مش عامله له البصل ولا اي حاجة. انا وبعد ما حطيته في الحلة وقلبته حطيت له الكركم وحبة كمون. يا رب الوصفة تكون عجبتكم حبايبي. شكرا لكم والسلام عليكم. ومكملين بدون زيوت وبدون اي دهون. النهارده هنعمل خضار، سواء تسميه خضار سوتيه او شوربة خضار اللي انت عايزة اي مسمى.
معانا بطاطس مخرطينها رفيع جدا، ومعانا جزر، ومعانا بسله، معانا بصله صغيره جدا، ومعانا فصين ثوم، ومعانا معلقتين اللي هو الفلفل الهريسه، براحتك شطه او من غير شطه براحتك يعني. هنحط البصله في حله او في طاسه عندك من غير اي زيوت ومن غير اي دهون، وحطينا الملح والفلفل عليهم. هنديها تشويحه كده وبعدين نضيف عليها الجزر. انا مش هحط البسله الاول لان البسله كانت عندي في الفريزر، والبسله طبعا لما بتبقى في الفريزر او اي خضار ما بياخدش سوى اكتر زي لما يكون لسه جايباه فريش يعني. هنقلبهم كده، طبعا مهدين النار على الاخر من غير اي زيوت ومن غير اي حاجه، فهدي النار شويه. بصوا هنا الجزر بدا ينزل ميه شويه، وبداوا يتشوحوا كده مع بعض، وبعدين هنروح ضايفين عليه البطاطس. انا مخرطه كله رفيع قوي قوي عشان يستوي بسرعه، و يعني مع التشويح وكده هتلاقيه استوى، مش هياخد وقت معاكي. احنا هنا طبعا هنعمل خضار سوتيه. لو انت عايزه تكمليه زي ما هو كده وما تزوديش شوربه عليه، بما اننا بنعمل وجبات اقتصاديه وموفره، فاحنا هنحط عليه شوربه بعد ما يستوي كده خلاص وهو بيستوي. هنحط حبه شوربه صغيرين خالص يكمل سوا، وبعدين هنكمله شوربه عشان احنا عايزين وجبات يعني اقتصاديه يكفي العيله او يكفي عدد الافراد اللي في البيت، لان احنا لو عملناه سوتيه هنحتاج كميه كبيره قوي يعني عشان تكفي العدد اللي في البيت يعني. فاحنا هنشوحه كده من غير اي زيت، بس هنحط الشوربه زي ما اتفقنا. الشوربه مش هتبقى دسمه، او هتبقى عاملينها قبلها بساعتين نحطها في التلاجة وناخد الوش بتاعها نشيله يعني منها عشان ما تبقاش دسمه. معانا هنا معلقتين الهريسه بعد ما حطينا الخضار واحد ورا التاني وشوحناه تشويحتين، ونحط اللي بعده. هنا الفراخ طلعتها وهدخلها الفرن من غير اي حاجه غير على وشها كمون، اسفه، على وشها فلفل اسود وملح بس، ودخلتها في الفرن من غير اي زيت ومن غير اي سمنه ومن غير اي زبده ولا اي حاجه. هنا كده الخضار خلصته خالص، وحطيت حبه شوربه صغيرين جدا هيستوي. عايزاه خضار سوتيه زي ما اتفقنا، خلاص زي ما هو كده. هنا هعمل رز الحله برضو اهو. انا مش هكمل معاكم الرز للاخر عشان احنا عاملينه قبل كده، بس انا بوريكم النهارده هنعمل ايه وبختصر والله يعني على قد ما اقدر، انا مش عايزه اطول عليكم. وزودنا الشوربه زي ما اتفقنا عشان تبقى وجبه اقتصاديه تكفي البيت كله، بس في نفس الوقت من غير دهون ومن غير زيوت. والرز عملناه نفس الحوار من غير اي زيت، والفراخ من غير اي زيت ولا سمنه ولا زبده. شكرا لكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم. وسيب النهارده هنعمل مع بعض وصفه سريعه، وحتى لو في ضيوف دولك او كده هتبقى جميله جدا ومشرفه. انا معايا نص كيلو لحمه مفرومه. النص كيلو مخرطه له 3 بصلات حلوين كبار كده، ومخرطه حبه فلفل يعني 3 مثلا اعملي 3 او 4 فلفل حلو كده، ومعانا فلفل اسود، ومعانا ملح، ومعانا بهارات. احنا اتفقنا البهارات الموجوده والمتاحه على قد ما نقدر، الحاجه اللي تبقى متاحه يعني. طبعا احنا عارفين برضو اللحمه غاليه، ولكن احنا جايبين نص كيلو، فاحنا هنعمل بيه وصفتين باذن الله. هنحط هو الملح والفلفل والبهارات المتاح عندك. المتاح في البهارات يعني زي ما اتفقنا، اهالينا زمان والله كان اكلهم زي العسل، وما كانش معاهم غير الملح والفلفل، كمون، الحاجات اللي هي متاحة. هنفرم اللحمة كويس قوي، وبعدين هنقسمها على 2. شايفين اهو ما شاء الله الكمية بتبقى حلوة وطعمها حلو قوي عشان اللحمة بلدي طبعا، وطعمها هيبقى حلو. والبصل والفلفل والكلام ده بيدي برضو ريحة وطعم حلو للبصل مع اللحمة يعني. هنقسمها كده زي ما شايفين على 2. نص هعمل بيه الوصفة بتاعت النهاردة، والنص التاني هعصجه نبقى هنعمل بيه مكرونة او اي حاجة يعني فيما بعد يعني. دلوقتي انا عصجته هحطه يبرد واحطه في الفريزر. معايا هنا فلفل حلقات، وبصل عاملاه حلقات برضو، وطماطم وبطاطس، ومعايا نص اللحمة اللي احنا فرمينها. بصوا حبايبي، ومعانا كمان معلقة توم مهروس، ومعايا معلقة حلوة كده كبيرة من الصلصة، وحط عليها ربع معلقة سكر. ومعايا هنا بهارات ملح فلفل اسود وواحدة ماجي. بس كده هم دول اللي هنشتغل بيهم النهاردة.
وصفة ان شاء الله تبقى جميلة جدا هتعجب اولادك. هنحط هنا اول حاجة الثوم مع الفلفل والملح ووحدة الماجي والبهارات، وهنقلبهم كويس على الصلصة اللي انا حطاها، معلقة صلصة او معلقتين حلوين كده، وعليهم ربع معلقة سكر كده عشان طعم الصلصة يعني بيبقى مزز كده. هنقلبهم كويس ونركنهم على جنب. هنعمل اللحمة المفرومة برضو حلقات دواير كده زيها زي البرجر كده، ونجهزهم عشان نشتغل بيهم كده. خلاص انا لقيت الطبق ما شاء الله برضو، ما شايفين الكمية هي بديها ربع كيلو، انا قسمة النص على 2 يعني ده ربع كيلو. بسم الله ما شاء الله. يعني هتعملي بيها اكلة حلوة يعني. وبسم الله الرحمن الرحيم، بتطرح البركة والذكر ربنا والصلاة على الحبيب. انت وبتشتغلي كده هتلاقي الاكل طعمه حلو، وهتلاقيه حاطط لك كمية كده اللهم بارك. هنرص في الصينية بقى، مقطعين كل حاجة مجهزينها. هنرص حلقة بطاطس، بعد كده نحط قطعة اللحمة، وبعدين نحط الفلفل والطماطم زي ما شايفين كده لغاية ما نخلص، والبصل لغاية ما نخلص الصينية كلها بالشكل الجميل جدا اللي انتوا شايفينه ده. حاجة جميلة جدا جدا، وريحتها حلوة قوي قوي اللحمة ما شاء الله، والطعم هيبقى حلو. هنا حطيت مج حلو كده مية مغلية، وقلبت كل المكونات اللي احنا حاطينها على الصلصة، وهحطهم على الصينية. احنا مش بنحط مية كتيرة طبعا عشان الطماطم بتنزل مية، وكل حاجة من الخضار اللي احنا حاطينه ده هينزل مية. بص هندخلها الفرن. ممكن لو لقيتي وشها احمر هي وفي الفرن غطيها لغاية ما تكمل سوا. لقيتي وشها محمرش خليها لغاية ما تستوي وتحمر مع بعض. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وصفة جميلة وريحته طالعة تحفة. وعملنا الرز الأبيض جنبهم، طبعا ما استخدمناش أي زيوت ولا أي دهون ولا أي حاجة. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش حبايبي فضل ليس أمرا دعمكم للقناة واللايك، وشكرا والسلام عليكم. هون بدون زيت لمدة أسبوع، واللي عايزنا نكمل كمان أسبوع يكتب لنا في التعليقات. احنا معانا الفرخة سلقناها. طبعا أنا بختصر عليكم الفيديو. دي الشوربه اللي احنا بنعملها دي ما فيهاش اي زيوت وما فيهاش اي حاجه، اللي هي بنعصر الطماطم، وبنعصر معاها بصله، وبنحط البهارات بتاعتها وبنحطها في الحله. فالشوربه بتطلع حمرا وجميله. عملناها كذا مره مع بعض. الفرخه استوت، والخلطه دي بنعملها عشان نحطها على الفرخه، يعني عشان برضو النفس ما تجزعش من المسلوق من غير اي حاجه خالص. فاحنا هنحط عليها البصلة والطماطم، وهنحط عليها فلفل اسود وملح. مش هنحط اي سمنة ولا زبدة ولا اي زيوت. شلنا الدهون الجلد اللي في الفراخ، وغطيناه بالخلطة اللي احنا عاملينها دي، وخلاص دخلناها الفرن من غير اي زيت ومن غير اي دهون. البطاطس معانا قشرناها وغسلناها غسلة حلوة، فهنعملها صوابع كده ونقطعها صغير. مش هنعملها كبير، يعني حاجة كده صغيرة خالص. ما بتاخدش وقت على النار، ما فيش دقايق بتبقى ما شاء الله اتهرت. وحاجة كده خفيفة. احنا مش هنعمل النهاردة رز، احنا النهاردة الاكل هيبقى كله كده بالمعلقة. شايفين كده المكعبات صغيرة ازاي؟ بصوا حاجة كده صغيرة خالص، وهتستوي بسرعة، وفي الأكل حتى تبقى سهلة كده بالمعلقة. احنا معانا الشوربة هنصفيها عشان لو حبهان أو أي حاجة. هنصفي حبة الشوربة اللي احنا هنسوي فيها البطاطس. الشوربة بتاعتنا جميلة جدا ما شاء الله. احنا قلنا قبل كده لونها بيبقى كده عشان بنعصر بتاع طماطمتين أو 3 مع بصلاية، وبنحط حبهان، وبنحط فلفل اسود، وبنحط كزبره ناشفه، وبنحط الحاجات دي كلها في الخلاط نضربها، وبنحطها على الميه، وبعدين نحط فيها الفرخه. فعشان كده بتبقى لونها كده، يعني فراخ او لحمه ايا كان اللي هتسلقيها. كده خلاص صفينا الشوربه وحطينا البطاطس فيها، وهنعمل السلطه على ما البطاطس استوت. متنسوش حبايبي الصلاه على الحبيب في الاول وفي الاخر وفي كل وقت. ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا. يا رب يجبر خاطر الجميع ان شاء الله.
السلطة احنا عملناها النهاردة وزودنا فيها كزبرة وجرجير وخيار وفلفل وليمون، عشان خاطر الخضرة برضو تبقى مفيدة. وبألف هنا وشفا على قلب الجميع يا رب. الفراخ اهو بعد ما طلعناها ما حطيناهاش اي زيوت ولا اي دهون ولا اي حاجة. البطاطس المسلوقة اهي بالشوربة بس، ما ضفنا لهاش اي تومة مثلا ولا تخديع ولا اي حاجة، على الشوربة بس. والسلطة بتاعتنا بالليمون والدنيا متظبطة فيها، ما حطينا لهاش اي زيوت. تاني اللي عايزنا نكمل كمان اسبوع وصفات بدون زيوت بدون اي دهون، يكتب لنا في التعليقات. فضل الله ليس امرا. دعمكم للقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ولدعمكم، ويا رب نقدم مع بعض حاجات مفيدة ونذكر بعضنا بيها. وشكرا حبايبي ليكم. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. والبطاطس زي ما قلنا ما خدتش وقت، شايفين بقت زي الزبدة في دقايق عشان مقطعينها صغير. شكرا ليكم حبايبي وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.